لما تقول لجدك على اللي حصل وانت نايم. يا جدي انا قاعد في البيت لوحدي يا جدي، تعالى لي بسرعه يا جدي عشان في حاجه عايز اقول لك عليها يا جدي، تعالى لي بسرعه. اهو يا حفيدي انا جيت. حصل حاجة تاني ولا ايه يا حفيدي؟ ايوه يا جدي حصل. هو مش انت يا جدي قلت لي لو شفت حاجه او اتخيلت باي حاجه في البيت اقول لك على طول؟ ايوه يا حفيدي حصل، انا قلت كده فعلا. انت شفت حاجة ولا ايه؟ بص يا جدي انا عملت زي ما انت ما قلت لي، قبل ما انام شغلت القران ونمت، وانا نايم يا جدي الصبح لقيت الباب بيخبط جامد جامد. طب فتحت يا جدي؟ لا ما فتحتش. الاول يا جدي عملت ايه؟ من الفجأة ما عرفتش اتكلم يا جدي ولا عرفت تعمل حاجة. بعد كده قربت على الباب يا جدي ولقيته عمال يخبط. بعد كده لقيت الخبط وقف ومحدش بقى بيخبط. رحت بصيت من عيني السحرية يا جدي، ما لقيتش حد، خفت اكتر يا جدي. بعد كده عملت ايه انا؟ رحت يا جدي فتحت الباب بالراحة. لما فتحت الباب ما لقيتش حد يا جدي، ببص لتحت كده لقيت دي يا جدي، لقيت العلبة دي. حفيدي العلبة دي حفيدي، دي فيها يا حفيدي العلبة دي. تحتها يا جدي لقيت فيها ورقة الكوتشينة دي، عشان تصدق ان البيت ده ملبوس بالجن والعفاريت. انا مش عارف ليه انت وابويا مش عايزين تصدقوني. معقول الكلام اللي انت بتقوله ده يا حفيدي؟ مش ممكن يكون حد من عيال عمك بيلعب على السلم ولا حاجة؟ عيال عم ايه دول يا جدي اللي يلعبوا على السلم الساعة 7 الصبح؟ طيب ابوك كان فين لما الباب كان بيخبط؟ معرفش يا جدي، انا جدي انا تقريبا ابويا نزل الشغل على الساعة 6 كده. يعني انت عايز تعرفني يا حفيدي ان ابوك نزل الشغل الساعة 6 والباب يخبط عليك 7؟ اه. بقول لك ايه يا حفيدي، انا هكلم ابوك النهارده، هخليه ما يروحش الشغل بكره، وهيقعد معاك ونشوفه حد هيخبط عليك تاني ولا لا يا حفيدي، وتبلغني اول باول. مفهوم يا حفيدي؟